لا تحسبها سهلة، رحلة محفوفة بالأشواك، تعبير عن وحدة المشاعر وعمق الانتماء، لكن عواقبها وخيمة، ضغوط وتهديدات ومحاولات لتنهيه عن عزبه. أما مع الأصيل زياش فهيهات ثم هيهات، إرادة من حديد وروح لا تعرف الانكسار، العز والكرامة والشرف أولا، والباقي إلى مزبلة التاريخ. بغينا الحقيقه بالضبط، لان الكل كيقول بانه على التصريحات اللي كان دار انه يعاقب من طرف المنتخب باش ما يجيلوش، ولكن احنا بالنسبه لنا كصحفيين ما كنتيقوش هذه المسائل اللي كاينه في الفيسبوك بشكل كبير. بغينا التوضيح مباشر من عندكم. شكرا. ما بحال اللي قلتي، انا سافرت لقطر باش نفرج في الماتش ديال دحيل مع السد. بغيت نشوف الماتش ديال الحكيم وديال رومان سايس. بون ما كتبش الرومان دبلسه ونتمنى له الشفاء على لا بليسيور اللي جات له. بور موا يا اوكان سوسي. ديما كنقولها، حكيم واحد لاعب كبير اللي حتى بزاف المنتخب واللي اللي حتى المغرب، وديما كنقول هذا لو جوور مهم ديما لينا، ديما قلتها، مي يفو كي ريفيان ا سا فورم. اللي انا سافرت كان رومبلاسون، ما كانش لعب. دابا صافي كو دو ماتش اللي لعب 90 دقائق، مي كنتمناو حنا ستاف بيان سور واي مغربي حكيم يرجع في المستوى ديالو. ملي كيرجع في المستوى ديالو كنعرفوا ملي حكيم سان جوغ دو تالون ويقدر يعاوننا بالحق. موا جي دي ديسيزون بحال اللي كنقولها ابرون. لوبجيكتيف حنا ديالنا هو تكون عندنا زياش او توب دو سا فورم ان شاء الله باش يكون معنا.